السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده انا عزيزي جايب لك حلقه، وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده انا عزيزي حلقه طرش من العيار التقيل يعني. بس قبل ما ابدا الفيديو بقى على خيرتي اللي انت فاهم الدنيا بقى، انزل ادينا لايك شارك فايح سايح نايح. ولو انت لسه جيست جديد انزل اشترك في القناه واعمل الجرس على الكل، اهم حاجه يا عزيزي. يلا بينا نبدا بقى الفيديو على خيرة الله. وزيع يا السلام ابني عليكم اخواتي، ورجعت لكم فيديو جديد. والنهارده بقى جايب لكم فيديو حل مشكله تسجيل الدخول غير متوفر حاليا، اذا كان ظاهر لك كلمه اتصل بينا من تحت او ظاهر لك كلمه موافق. الحلين دول هحلهم لكم بالظبط، مش هنطول في الفيديو وهنخليه ان شاء الله 3 4 دقايق كده، مش كتير. بس متنساش بقى تعملوا سبسكرايب في القناه عشان عاوزين نوصل 9 كده في اسرع وقت. سبسكرايب في القناه، لايك الفيديو، واعمل شير بقى لاصحابك وكده، عشان ناس كتير طلبت مني حوار المشكله دي. وطبعا انا قررت اصلا ان انا انزله يوتيوب بعد ما كنت اعمل لكم الفيديو انزله تليجرام، قلت لا هنزله يوتيوب احلى. تمام. بس انتوا كده حبيت الكل بس يستفاد بالمعلومه، ولا شغل انك تشغل في بي ان والكلام ده انا ما بعترفش بيه. انا اعترف بالطريقه اللي انا جربتها واجربها قدامكم دلوقتي. تمام. واكيد كلنا بقى معانا ام تي ماجر والفيديوهات اللي كل المدعكه اللي فاتت دي كلها وكده. تمام. فكره بقى الاعتزال وكده انا شلتها من دماغي اليومين دول لحد ما نشوف اخرتها ايه. تمام. بس كده مش حابب اتأخر عليك بس في المقدمة وكده. وطبعا من غير ما نكتر كتير، انتوا اكيد عرفتوا هتعملوا ايه. تمام. يلا بينا ليتس جو يا صديقي. بص بقى كده وركز معايا، تمام، علشان اللي انا هقوله مهم جدا، وانت المفروض ما تقدمش ولا تأخر ثانية في الفيديو علشان هتكون مهمة ليك انت. تمام. انا دلوقتي جيت على ملف الارقام المصرية، خدت الرقم ده كوبي كده. تمام. انا اصلا بدور فيه من بدري علشان اجيب رقم بيجيب على المشكله اللي بتظهر لكم انتوا. تمام. هنيجي هنا وهنحط الرقم بالشكل ده، وهنمسح الزيرو والاتنين وهندوس التالي. تمام. الرقم شغال اهو كل حاجه، بس لو دوست رساله نصيه اذا كانت في دوله مصر او اي دوله تانية عامه بيجيب لك المشكله دي. انت بتجيب نسخة عكس. تمام. ده اولا بتجيب نسخة عكس، بتيجي على نسخة العكس بتكتب رمز الدولة 20 وتحط النمبر بالشكل ده. تمام. وبتمسح الصفر والاتنين وبتدوس التاني. وبعدين يعني يا طرزان انت هتعمل ايه برضو؟ خليك ركز معايا بس في اللي انا هقوله لك عشان ده مفيد ليك انت، والطريقة دي جديدة اصلا ما شفتش حد منزلها في المجال. هتدوس نعم، وهتدوس استلام رسالة نصية، وهتدوس ليس لا. تمام. تمام. اديكوا شايفين ان المشكله اتحلت هنا اهو. بيجيب لنا المشكله بيجيب لنا كلمه موافق هنا اهو. المشكله اتحلت معانا وطلب كود على النسخه دي عادي. تمام. انت طبعا هتقول لي عايز النسخه دي، اقول لك النسخه دي باذن الله هسيبها لكم في قناه التليجرام. هتقول لي انا عايز اتاكد ان في كود وصل ولا لا، اقول لك ان شاء الله نتاكد. الرقم ده اخره كام؟ اخره 24 17. طبعا انا مش هيهمني اصلا في كود وصل ولا لا، انا يهمني ان انا كنت احل لك المشكله مش اكتر بس. تمام. طب يا ترى زان انا لو جبت رقم، وطبعا انت لازم تكمل الفيديو عشان في معلومة تاني، انا لو جبت رقم ولسه جايب معاه المشكلة دي اعمل ايه؟ هتجيب نسخة واتساب اعمال وهتجرب عليها ان شاء الله يشتغل. تمام. طبعا احنا دلوقتي هنشوف كود وصلت ولا لا. طبعا انا ما يهمنيش اصلا اذا كان في كود وصل او ما وصلش. تمام. انا هشوف بس. طبعا في باسورد للنسخة، اول جزء من الباسورد رقم 20 للنسخة 20 او الجزء 20. تمام. طبعا في 3 اكواد وصلوا. الرقم اخره كام قلنا؟ 24. اديكم شفتوا اصلا يعني المشكلة قبل وبعد. يعني المفروض ان المشكلة كانت جايبة معانا هنا في الاول، المشكلة ما كانتش محلولة، يعني المشكلة كانت جايبة الشكل ده. جبنا نفس الرقم، طلبنا على كده، طلبنا هنا كود، اشتغلت. طب ايه اللي يثبت لنا؟ انا اقول لك الاثبات دلوقتي لتاني مرة. تمام. هي كده كده طلبت كود هناك. انا لو جيت الرقم وحطيته هنا بالشكل ده، تمام، وجيت طلبت كود بيه على نفس النسخة، الله اعلم هتتحل ولا لا، بس انا هجرب معاك. هندوس التالي وهندوس، هنلاقيه جايب اصلا نص ساعة لان احنا كده كده طلبنا كود، والمشكلة حلتها في منت. بس كده ده حل المشكلة يا معلم. واخر جزء من الباسورد ده لو هما 30. سلام.